حكاية البوكس في تونس حكاية من حكايات الزمن الجميل، حكاية من تاريخ الرياضة التونسية وملحمة من تاريخ الحركة الوطنية. الملاكمة في تونس كانت زادة مصدر إلهام لحكايات أثرت في المخزون الدرامي للذاكرة الفنية التونسية، وعشنا معها روايات جميلة عالقة في البال. يكفي باش نذكروا أنه أول ميدالية أولمبية وشحت سجل الرياضة التونسية كانت من بوابة الملاكمة، باش نعرفوا أفضال الفن النبيل على تاريخ الرياضة التونسية. تاريخ الملاكمة في تونس يرجع بينا لأكثر من قرن من الزمن، وين عرفت بطاحي تونس في أوائل القرن العشرين أبطال من طينة حسين الكراش والرزقي بن صالح والصادق البحري، ينضاف لهم الأبطال فيليكس بالرامي وفيكتور بيريز وسيمون بالعيش، أبطال كانوا يتنافسوا في إطار سلمي ودي يكرس الدور الريادي للرياضة في احترام الاختلاف والتعددية تحت راية الوطن الواحد. ريادة تونس في عالم الفن النبيل تواصلت بعد الاستقلال حتى أصبحت الملاكمة قاطرة الرياضة التونسية في كبرى المواعيد الرياضية الدولية، وكانت أول رياضة تهدي تونس ميدالية أولمبية في ذكرى خالدة وعالقة بالأذهان في صائفة 1964 بالعاصمة اليابانية طوكيو، بفضل برونزية الراحل حبيب قلحية اللي كان أحرز قبل بسنة فضية الألعاب المتوسطية بنابولي الإيطالي. الملاكمة انتشرت في تونس مع انتشار جماهيرية التلفاز، وخاصة مع بروز أبطال عالميين أثت نزالاتهم الشهيرة سهرات التونسيين على غرار الأسطورة الحية محمد علي كلاي في نزال الأدغال في كنشاسا ضد جو فورمان عام 1974، نزال القرن اللي كانت تونس حاضرة فيه في شخص القاضي الرئيس نور الدين عدالة. الرينج التونسي صعدوا عليه أسماء تسلموا المشعل عن الراحل حبيب قلحية وساهموا في انتشار رياضة الملاكمة، ونتكلموا عن البطل المتوسطي عمار أبو خريس والأنيق كامل بوعلي وتوفيق البلبولي صاحب القبضة الفولاذية اللي أهلته باش يفوز بالكاو في أغلب نزالاته. ينضاف لهم الأبطال صادق عمران ونجيب الزدام وغيرهم. في الوطن الثقيل الخفيف، هنيئا للملاكمة التونسية، هنيئا للملاكمة المغاربية، هنيئا للملاكمة العربية والأفريقية. الحلبة التونسية تواصل خلق ملاكمين وأسماء خلدت ذاكرة التسعينات، ونتكلموا عن محمد صالح المرموري ورياض القلاعي وكمال شاطر ولطف الميساوي ومراد لوحيشي، باش نوصلوا بعد انتظار دام 32 سنة للظفر بثاني ميدالية أولمبية في تاريخ البوكس التونسي بفضل إنجاز فتحي الميساوي في دورة أتلانتا 96. ميدالية كانت تنجم تكون مشفوعة بميداليات أولمبية أخرى لولا تعرض البوكس التونسي لمظالم تحكيمية شوهت واقع رياضة الفن النبيل على مستوى الأولمبي، ونتكلموا على وقائع راح ضحيتها أبطال تونسيين غير متوجين على غرار محمد صالح المرموري في دورة أتلانتا 96، واللي تقرر لنفسه بإحراز ذهبية الألعاب المتوسطية باري 97، وصولا لوليد الشريف في دورة بكين 2008 في نزال أثار جدل كبير في أوساط عائلة الملاكمة العالمية. دورة الألعاب المتوسطية تونس 2001 كانت المنعرج الذهبي للبوكس التونسي، وين أحرزت النخبة التونسية 12 ميدالية منها 3 ذهبيات بإمضاء زياد ساسي ومحمد الصحراوي وسامي الجندوبي، مع بروز جيل شاب يتكون من المرحوم معز الزمزمي وسامي الخليفي ومراد لوحيشي ودريس الماكي وحسن الجداصي ومحمد علي ساسي وغيرهم. جيل كان بالإمكان أنه يوصل لبعيد، لكن للرياضة أحكامها باش تبقى الملاكمة التونسية تعيش على أطلال الماضي الجميل لرياضة النبلاء. يا ليالي